هو انا لو مريض بالقلق هحس بايه؟ معاكم نهله عبد الباقي، اخصائيه نفسيه. خلينا بس نكون متفقين ان القلق بيكون 3 حاجات رئيسيه، يعني كل الاعراض اللي انت تحس بيها او اللي انت هتحس بيها مش هيخرج بره ال3 حاجات دول. اول حاجه وهي افكارك او افكارك، والافكار دي هيكون ملخصها ماذا لو، او ايه اللي هيحصل لو. ايه اللي هيحصل لو انا نجحت؟ ايه اللي هيحصل لو انا سقطت؟ ايه اللي هيحصل لو انا ما نجحتش في الانترفيو؟ ايه اللي هيحصل لو انا مثلا عرفت اعدي حاجه معينه؟ او ايه اللي هيحصل لو انا في علاقه فشلت فيها؟ ايه اللي هيحصل لو انا قلت كلمه معينه لحد معين، هل يا ترى هيستقبلها او مش هيستقبلها؟ سيل كبير جدا من الافكار ملخصه ايه اللي هيحصل لو كذا. وهي الافكار بتيجي على طول وبشكل مزعج جدا 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 ومش عايزه تروح من بالي تماما، فمن شده الافكار دي توصلك بقى للحاجه الثانيه، وهي الانفعال بتاعك اللي هو القلق الشديد جدا. الشعور المزعج بتاع القلق والانفعال الشديد، القلق والتوتر الشديد، فالحاجتين دول مع بعض هيخلونا نوصل للحاجه الثالثه وهي الاعراض الجسميه. كل بقى الاعراض الجسميه اللي انا بحس بيها والف بيها على كميه من الدكاتره، والاقي كل الدكاتره يقولوا لي انت سليم وكويس وما فيكش اي حاجه، زي الصداع، وجع البطن، ضربات القلب السريعه اللي ممكن توصل حتى للبانيك اتاك. طب ايه الحل؟ تابعوا الفيديوهات اللي جايه وما تنسوش تعملوا فولو للاكونت علشان تعرفوا هنعمل ايه مع القلق.